في عالم الأدب العربي الرواية السودانية مظلومة ظلم شديد، رغم إنه عندنا كتاب بيكتبوا بلغة ساحرة وبصوت مختلف، إلا إنك نادر ما تلقى ناقد عربي بيتناولها بجدية أو قارئ بيضمنها في قائمته. الرواية السودانية زيها زي الذهب المضمور، محتاجة زول ينقب ويفتش ويعيد اكتشافها. ما لاقي حظها من الترجمة والتوزيع والتغطية الإعلامية، ولا حتى من الجوائز العربية والعالمية الكبيرة. لكن رغم ده كله في أصوات بتكتب بجمال عجيب، وبتحكي عن أرض مليانة تناقضات، وناس بيعيشوا الحب والحرب والفرح والخوف، بيحاولوا يفهموا نفسهم في زمن ما بيفهم أي زول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم حسن أسامة حسن، وده برنامج النفاذ نافذة للتراث والثقافة والتاريخ السوداني. في الفيديو حق اليوم إن شاء الله اخترت لك 10 روايات سودانية تستحق القراءة فعلا. روايات منوعة في أساليبها وفي أزمنتها وفي لغتها، لكن كلها بتنتمي لشيء واحد، إنها بتحكي عننا وبتحكي عن بلدنا وبتحكي عن وجداننا. ونبدأ بأول رواية مدهشة ورواية ناعمة، رواية نسائية، رواية حجول من شوك للكاتبة بسينة خضر مكي. رواية ناعمة زي الحرير لكن تحت نسيجة في شوك. بسينة خضر مكي بتكتب بلغة نظيفة شاعرية مملوءة حس أنثى وذكي، من غير ما تتورط في التغريرية ولا العاطفية المفرطة. الرواية بتحكي عن بطلة بتمر بتجربة روحية ونفسية عميقة داخل مجتمع ما سهل على البنات. في حجول من شوك ما في حبكة درامية ضخمة، لكن في سيرة إنسان بتتكور جوا روحها، بتكابت في صمت. القراية للرواية أشبه بالاستمتاع لموسيقى جاز ناعمة، ما بتصقعك لكن بتقعد معاك بالراحة. والمميز إنك بتحس بثقافة سودانية حقيقية بتتسلل بين السطور. الرواية الثانية شوق الدرويش لحمور زيادة. الرواية دي عمل كبير بكل المقاييس. حمور زيادة قدر يخلق فيها عالم غني ممتد وقاسي في آن واحد. القصة بتدور في أواخر العهد التركية وفي قلب صعود الدولة المهدية، لكن بعيدا عن التواريخ والحروب الرواية بتفتح أبواب الحب والعبودية والتصوف والخيانة والثورة والانتقام والاغتصاب والغفران. كل ده من خلال سيرة بخيت منديل، العبد السابق والمرأة المسيحية ثيودورا، والعالم اللي بيحاولوا يعيشوا فيه. الرواية ضخمة مفصلة لكن ما فيها صفحة مملة، اللغة فيها عالية وأحيانا شعرية وأحيانا درامية. حمور زيادة مزج التاريخ بالخيال والدين بالرغبة والدم بالدمع، طلع منها رواية تدخل الوجدان بسهولة. الرواية الثالثة أرض السودان الحلو والمر للكاتب أمير تاج السر. الرواية دي مختلفة، كأنك بتقرأ بمذكرات رحال أوروبي زار السودان في القرن التاسع عشر، لكنه بدل ما يوثق بس بدأ يتحول للشخصية الحقيقية. الشخصية الرئيسية جيلبرت بيجي السودان في مغامرة استكشافية، لكن بتلقاه منغمس في تفاصيل الحياة السودانية لدرجة القرق. بتشوف بعيون الحواري والأسواق والتقاليد والأمكنة النيلية الساحرة. أمير تاج السير استخدم أسلوب بسيط لكن فيه حس مدهش، وخلى الرواية خفيفة ومليانة مشاهد مدهشة وفيها سخرية هادئة وتفاصيل ما بتتكتب إلا من زول عاش البلد دي كويس. الرواية الرابعة مار خضر للكاتب عمر الصايم. الرواية دي ما بتتقرأ، الرواية دي بتتذوقها تذوق. عمر الصايم كتبها بلغة متخمة بالشعر والتجريب، ما بتديك السهل الجايز. مار خضر مش اسم شخص، مار خضر فكرة، كاين رمز فيه تمازج ديني وثقافي، فيه تصوف وقسوة، فيه عنف دفين وأمل خجول. الشخصيات في الرواية متعددة الأصوات، بتحكي عن الهامش وعن العنصرية وعن الفقر، عن القربة جوا الوطن. بتحس إنك في مشهد مسرحي كبير مليان توترات لكنه مكتوب بإبداع شديد. الرواية الخامسة الفراق العريض لملكة الدار محمد. دي أول رواية سودانية تكتبها امرأة، واحد أجمل الأصوات النسوية المبكرة. الرواية كتبت في الخمسينات لكن نشرت بعد وفاتها. بتحكي عن منى فتاة من أم درمان وسط مجتمع محافظ تقليدي، بتحاول تلاقي نفسها وتفهم دورها كأنثى في المجتمع ما بدها خيارات. اللغة بسيطة لكن دقيقة، والطرح صادق من غير ما تتصنع بطولات.
ملكة الدار كتبت عن تعليم البنات وعن قيود الأسرة وعن الحب الصامت وعن الحزن الساكن. الرواية سابقة لعصرها ولا زالت قادرة تلامس القارئ حتى اليوم. الرواية السادسة رواية المترجمة لليلى أبو العلا. بطلة الرواية أرملة سودانية شابة عايشة في أبردين اسكتلندا، تشتغل مترجمة. عندها صراع داخلي بين التزام الدين وحبها للرجل غربي أستاذ جامعي بيهتم بالإسلام من منظور ثقافي. الرواية بتتجاوز قصة الحب وتغوص في الأسئلة الكبيرة: كيف يعيش المسلم في مجتمع غربي؟ كيف يوازن بين الحب والمعتقد، بين الحنين والمستقبل؟ ليلى أبو العلا كتبت الرواية باللغة الإنجليزية لكنها كانت مليانة نفس سوداني واشتياق للماضي وصوت نسائي هادي لكن ثابت. الرواية السابعة جزيرة العوض للكاتب والمسرحي عمر الحميدي. الرواية دخلت جزيرة منعزلة في نهر النيل فيها بشر عايشين حياة بسيطة لكن داخلهم عوالم معقدة. اللغة فيها شاعرية والوصف دقيق والتفاصيل حية كأنك بتتفرج على فيلم. الرواية بتحكي عن الصراع بين الحياة الفطرية والحضارة، عن الناس اللي بينكتم صوتهم لكن جواهم زلزلة. عمر الحميدي كان فنان ومسرحي وده ظاهر في كل سطر في الرواية. الرواية الثامنة بعد هذا القرنفل لنور الدين صادق. رواية جديدة نسبيا لكن فيها حس نضج وتجربة. بتحكي عن شاب سوداني بيحاول يلاقي نفسه في وطن مشزي وعن علاقته بالحب والوطن والكتابة. اللغة جميلة والسرد فيه توازن بين الخيال والواقع. الرواية فيها بعد سياسي لكن ما مباشر وفيها طرح فكري وإنساني عميق كأنك بتقرأ يوميا زول بيحب وطنه لكنه موجوع منه. الرواية التاسعة عرس الزين للطيب صالح. الزين الولد الغريب بس المحبوب والعاشق البسيط الفاجأة القرية بقرار زواجه. الطيب صالح حول قصة بسيطة إلى ملحمة ريفية فيها حب وسخرية وصوفية وجمال. الرواية قصيرة لكن خفيفة الظل وعميقة الروح وتعتبر مدخل ممتاز لأدب الكاتب الكبير الطيب صالح. الرواية العاشرة موسم الهجرة إلى الشمال للكاتب الطيب صالح. رواية كل العالم يتكلم عنها، ترجمت لعشرات اللغات وتدرس في جامعات أوروبا وأمريكا. بتحكي عن مصطفى سعيد الأكاديمي السوداني العاش في بريطانيا وعاد لقريته شايل أسرار ضخمة. الرواية مش بس عن الشخصية، الرواية عن العلاقة بين الشرق والغرب، عن الهوية، عن الجنس كأداة مقاومة، عن القربة داخل الجسد واللغة والوطن. مليانة جمال لغوي، حوار داخلي، وأسئلة ما عندها إجابات سهلة. ودي كانت قائمتنا اليوم ل10 روايات سودانية أنا بفتكر شخصيا إنها تستحق القراية، وكل واحدة فيها زاوية من زوايانا، لون من ألوانا، وجع من وجعنا. وأنا بسألك الآن شنو أجمل رواية سودانية قريتها في حياتك وليه؟ ورينا تجربتك عشان نسمع منك ونفتح باب للحكايات السودانية المالكة ضوها الكافي. ودمتم في أمان الله.